الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله سبحانه عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال. أيها الأحبة الكرام، وياك لسه درسي تنتا كتابة فقه جل قبني جرا فقه ما لك تاتي وبنيت ننجرا ويا الرا بإذن الله تعالى. تمكالي قرانتي أنسنيتي قرانا بإذن الله تعالى. علمي تعريف تدين عرفت جنة، علمي بمعنى فهمي جنة، إنه فقهي بمعنى فهمي جنة، فقهي بمعنى اصطلاحي لانغافل عليه ما يتعلق بعمل المكلفين الراد دبت جنة كرا شرعي أمو ما يتعلق بمسائل الدين عموما جن. ما هو الموضوع الذي تتكلم عنه الفقه؟ فقه ما الراد دبتي موضوع علمي الراد دبتو هو أفعال العباد، هو أفعال العباد، أحكام شريعة وجي قبرون هجة ترت ونرات ورا مال كان راد دبتي. إذا موضوع العلم هو ما يبحث فيه هذا العلم، يعني ما يتعلق بأفعال العباد والأحكام الشرعية التي تتعلق بأفعال العباد. كنرها سلتجتشا وانت كان هاسا هنيف علمي تكا أقو مكاليسا مبادئ كل فن 10 قراني يو موضوع يسيهم بيكمين يو حدين يسيهم بيكمين علمي سني نمايو قلتو جران، نمايو هنقلتو جران. فمثلا موضوعني فقه الراها سويتو يو أفعال عبادة هذه موضوعني طبي الراها سويتو. فمثلا هي ما يتعلق ببدن الإنسان، وموضوع علم النحو هو ما يتعلق بالكلمة، وكذلك فقه ما الراها سويتري يبحث في أفعال العباد. أفعال العباد والتجد كان من حيث الأحكام الشرعية المتعلقة بها، أحكام شرعية توارر وقفة لا التججة كان في بارك الله فيكم. علم فقه الآن لها فضل عظيم. أولا فضل إثيرة ونقجلت النصوص الشرعية التي وردت في فضل العلم الشرعي كلها دليل على فضل العلم الشرعي الفقهي. فقهي لنا مجال سينتي، معنى عام ينتهي، معنى خاص ينتهي، مجال سينتي يا بارك الله فيكم. ودليل قرآن في حديثها في أقوال علماء الربائع تجرى سنسنتو يلالته. من ماذا استمد هذا العلم؟ علمكم مال الراء استمدادته مال الراء في يو كجر أن علماء يرون الراها سهل. أولا علم فقهي كوني استمد من الكتاب ومن السنة والإجماع، كان نرى استمدادته قرآن حديثها في إجماع. أولا علماء أدلة يرون فكاها أدلة بكلمة قودمتي، أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. أدلة متفق عليها بعدين علماء أفرجنا قرين سديدة يو أفرجن مع الفأة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وإن كان في القياس شيء يو سديجن قياس الرهم بفنه الكتاب والسنة والإجماع سدي كان جنان. بعض الناس
إجماعني أدلة سنجروا أدلان قرآن ما في حديث قف جدي يادو النمالة أدلان قرآن ما في حديث قف جدي يادو النمالة لكن هذا الفهم فهم خاطئ كما يقوله العلماء ما في جنان القدامى وكبار العلماء ورسلفني صالحني كانوا يستدلون بالإجماع ودو إجماعا كدليل قرأتهم كبدعة يوكاني كقرتني حرامته تاتي لما استدلوا به كان أفجج العلماء مع جلالتهم وعلو قدرهم كانوا يستدلون بالإجماع وكذلك كانوا يستدلون بأقوال الصحابة أقوال الصحابات اللي قسمة دليل قرأتن جتة كان أفجج إجماعني اللي دليلتهن لا شك في ذلك بارك الله فيكم وأما ما يتعلق بهذا الكتاب كتابك إنك أما قرأوا الأهديمنو كانت تونر الرأو ما ليوجدن أولا هذا الكتاب خاص بباب العبادات باب عبادات قفا تقبابته لأن الفقه تنقسم إلى أربعة أرباع الفقه تنقسم إلى أربعة أرباع ربع العبادة وربع الأسرة وربع المعاملات وربع الجنايات بقى أفران كانت قودم تفكين ربع يو جنايات جنة إذا جلت واحدة جرى كالقضاء والحدود مرتنو يو جنايات جلت رمضان يو فقه أسرة جنة ما يتعلق بالأنكحة وما يتعلق بالطلاق والمهر والخلع مرتنو أجلت رمضان يو فقه معاملات جنة ما يتعلق بالبيع والشراء والهبة كنن أجلت رمضان يو أمو فقه عبادات جنة ما تدري وان قرقدو عبادة أفران أركان إسلاما إرى جرا وجلت رمضان عبادة الصلاة عبادة الزكاة وعبادة الصوم والحج أفران كان وجلت أما تجد شعلا إذن كتابنا كينا ربع عبادة قفا إرتي قبابتها لماذا؟ مالي في ربع عبادة قفا تقبابتها يوك جنو تاتي أولا هذا الكتاب وضع للمبتدئين ورريه علمي جلقبو وكوابرتو جلقبو إسان قفا فكايمي وإن كنا جميعا أكثر بيت لله وكجران تاتي جتا ورا كبارة طيب إذن أرأنتي يرو كتابك ندرة إنه اجعلوا نفوسكم أو نجعل أنفسنا كمبتدئين ورريف علمي جلقبو أكث أفقوني كتابك ندرة أو قبل جتا لأن هذا الكتاب وضع لمن؟ للمبتدئين والركناف كايا مجتشارا وهذا الكتاب هو السلم الأول لمن أراد أن يدرس الفقه الحنبلي فقه حنابلة رتي هو السلم الأول ولذلك يكون إن شاء الله شرحنا مناسبا لهذه المرحلة يكون مناسبا لهذه المرحلة وطريقة درسنا بإذن الله تعالى أولا كما قلت أمس فك العبارة ثم تتميم ما تركه المؤلف إذا كان هناك ما تركه المؤلف من القيود والشروط وما إلى ذلك ثم نذكر شيئا قليلا من الأدلة مالي في جنانين مستواتنا كيستي نحرص كثيرا على تصور المسألة وندرس مالي مسألة تصور قول أول مرحلة مجرونة لأننا كنا في مرحلة ماذا يا شباب مرحلة مالي تجرى جنة مرحلة
ريف جل قبنوت تجر أكثر تجر كناب تصور مسألة درس جتة قبل معرفة الدليل. هناك فرق بين التفقه في الدليل والتفقه في الدليل، بالدليل وفي الدليل قراقر ما قبل. بعدين كنا أمضينا سنوات كثيرة في التفقه بالدليل، ولكن هذا الشيء ضرنا كثيرا. ما لجنان صدركا ودون جهين دليل الرأي استنباط قرأت بركات الري. مثلا قرأنا الحديث، حديث قرأت الري، حديث الرأي استنباط قرأت صعب أولا، قبل ذلك تصور المسألة درسا. تصور المسألة ودون قرأت دليلة يودبري ضياعة نور أرقم جيتشا. كان الفقه ينبغي أن يترقى فيه ترقية ترتيب كانت برباكثة تدرجة. التدرج كما يقال التدرج في الفقه، التدرج في التفقه، التدرج في التعلم، كان النور برباكثة، لأن العلم يؤخذ حبة حبة يا شباب وليس جملة. من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. كان حبة حبة فرتشم برباكثة فيه جدا. لذلك العلماء رحمهم الله تعالى مع إحاطتهم بكل دليل أو بكل الأدلة صنفوا هذه المختصرات. مختصرات ندرج صنفنيه مالي المتون الخالية من الدليل، لا لجهلهم بالأدلة وإنما لتربيتهم الطلاب. وإنما فعلوا ذلك لماذا؟ ما لفقط الجسد تربية طلاباتي، ما للرتي لتربيتهم على الترقي رويدا رويدا أو شيئا فشيئا. كان في لأنهم ربانيون كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسير قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يعني الرباني الذي يربي بصغار العلم قبل كبارها، الذي يربي بصغار العلم قبل كبارها. فلذلك أيها الأحباب معرفة الدلائل في هذه المستوى التي نحن فيه الآن ليس مقصودا لذاته، ليس مقصودا لذاته كان هابيتنيه، وإنما المقصود في أول الأمر عندنا بإذن الله تعالى هو تصور المسألة، هو تصور المسألة. كان هابين بارك الله فيكم. ثم أذكركم بالنية الصادقة، علينا بالإخلاص. نية صالحة نفون برباكسا، نية رفع الجهل عن أنفسنا، وكذلك نية طلب علمي مهما قرتني هذا فين اللي يو بيني مجلس علمي يوتهن من سلك طريقا يلتمس فيه العلم حديث جلسان كيس قالوا أكا يادنو نرفع الجهل عن أنفسنا، نرفع الجهل عن شعبنا، نحفظ هذا التراث، هذه النعمة التي أنعم الله به علينا حفظيقون جتشاو يادتشون برباكسا. على كل شيء على كل حال نية كأنها تلفنو ويتأثرفنو حتى ولو كنا كابن حجر والنووي اللي يوكتانو تأتي يعني عاجل جبان نجتشو برباديتي. ثم بعد ذلك المذاهب الإسلامية ورقرتني مذهبها علماء قرقودان أكا إسلامات مذهب شنقور قردات تجرى، مذهبني قائم نجت إلى يومنا هذا. مذهبني أفوري دراسان إسال لي كتب إسال لي قائمة. مذهبني تقو كتاب نساء قائمة، وأما مدرسة نساء اندرست. مذهبني أفرن جرنسوني
مذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وإمام أحمد الحنبلي، مذهب أفران كان كأم جيران. هذه المذاهب الأربعة المعروفة لدى الناس جميعا قائمة دراسة مدرسة يسيل كتب يسيل حجر التنجرة. وأما مذهبني أفرقا فهو مذهب الظاهرية، مذهب ظاهرياتي، مذهبني ظاهرية هو قائم بالكتاب، كتاب نساء حق أمات نجرة، منها كتاب المحلى لابن حزم كعكسيسني. ما هو حكم التمذهب يوكا جرى متاته تمذهب جتو ودي نتقرأ العبدين من علمي مذهبا وان تاتيف دبتشو برباديتي. تمذهب نكوني ينقسم إلى قسمين فكلمة قودما: تمذهب مذموم وتمذهب محمود. لما كانت تقول نيلا يو مذهبك أنا وان نتفيني علمي برتشو فهموا الاستفادة من أقوال العلماء كنينتي وكفين تاتي، هذا يعني محمود. هذا تمذهبني وان أنجد ملك كبيرا غلطة تين ملك تبيران تاتو، ليس هناك قول إلا قولي، ليس هناك مفتي كين ملك جتايو كجرات تاتي، كوني هذا مذموم كوني أقوم يسنو بيتا. كان أفجت وأن نرى برباتشسو علماء دراني أقوال إساني احترام قدو، احترام قدو جتشون نحن رجال وهم رجال جتشو براكا وجتشا، نحن رجال وهم رجال بقى إسان أرغتني أرغنا براكان. بعدنا أثرت فيه أقوال المنحرفين ورا توكو توكو كوان أكاسي يادو مراجعة قدو نبرباتيسا. طيب مذهب نمان قدو كيف نشأ؟ أكملتي إجارمي أكملتي دفي غركي النجاي يوكا جدا متاتي. أولا ليس هناك ما يسمى بالمذهب قديما زمن صحاباتي في زمن تابعيتوتا، وأنما مذهب جدا مهنجر، ولكن هناك مدارس فقهية، مدرسة فقهيات يجرى إيسا في المدينة وفي مكة وفي العراق وكذلك في مصر. مقالا قرقدو يروس الإسلام مقالا أفرنتنا كيسا مدارس فقهيات يجرى. مدرسة فقهية في المدينة على رأسها زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر، وهناك مدارس فقهية في مكة وعلى رأسها ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهناك مدارس فقهية في العراق ومؤسسها هو عبد الله بن مسعود الهذلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثم انبثقت عن هذه المدارس المدارس الكبرى، مدارس أمد بنتن نرى مدارس نقول قدون قدت. فمثلا مدرسة مدينات تقرأ ترتي تزيد بن ثابت أسسي، ثم بعد ذلك عبد الله بن عمر بك الرابئيت ننجده، عبد الله بن عمر الراور علمي هو ده كنافع وسالم ورجرك النين الرافو نافع فأرى مالك بن أنس إمام دار الهجرة له مدرسة قائمة في المدينة المنورة زمن تابعتوتا،
وعن مالك الإمام الشافعي، إمام الشافعي مالك الرافوري. وعن مالك إمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه. تسلسل علمي لا أكثت الفججة. إذن أول مدرسة ما فقهياته يو أرقمي عبد الله بن مسعود في العراق، عبد الله بن عباس في مكة، عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت في المدينة. أسسوا هؤلاء مدارس كان أكتيتي أسسني برسيسات رن كان قفامتي. وبعد ذلك علماء إسان بودة في اللي مدرسة أسستني مذهب والرقبة تجرى مذهب، لكن بعدهم مذاهب إساني اندرست، منهم سفيان الثوري والحسن البصري والإمام الأوزاعي والليث بن سعد وإسحاق بن راهوية. ومن كنين اللي ورما مذهبك إمام الشافعي فأتي قباتشو دندو، ولكن اندرست مذهبهم أو مذاهبهم مذاهب الإساني نكفتين بد ملئ بسبب طلابني بيتجي صوفي اتين أبتشو وان دبني جيجا. سلسلة يو خلال لساتي أول نما مذهب تكوين أبو الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. مذهب الإمام أبو حنيفة يعتبر إجماع العلماء، يعتبر إجماع علماء ذلك العصر مع الجنان، لأنه مسألة ما من مسألة من مسائل الدين إمام أبو حنيفة دونوا الآن يعني علماء أكثر من 200 عالم. نما زمان سنجروا جتشا من 100 أكثر من 200 عالم ولدتك أبي مسألة شهر شهرين قوات جريني بعد ذلك يدون. إذن يعتبر مذهبه أك إجماعات العالم جتشا. لكن مذهب أبو حنيفة وان إرده رأيي أجرا سببني رأيي إرده دنده ما لجأني يو قرطان يرو سنتي صحابان بيكيسة فجعني حديث بكمرا وان هنجهيني في جتشا قلة الاطلاع على الحديث كوان جرو في جتشا مسألة قياس مفاقو أني مسألة برو رتك أي سني أكثت قرتني دوانات انترن جتشا. ثم انتشر مذهب أبو حنيفة في أقطار الأرض، والسبب في ذلك الانتشار هو تبني الدولة في ذلك الزمن مذهب أبي حنيفة. زمن مذهب أبي حنيفة دولة وان تبنيتها في جتشا نما قاضيته نما مجلس الأعلى نما مسجد إمامته نما ودرسي قراهته نمني هندنو يوم مذهب إساني الرجلات ملي ينشومن تمام. كان في جتشا مذهب لساني انتشارته دنده. ثم بعد ذلك انتشر مذهب إمام مالك. مذهب الإمام مالك ما الذي جعله ينتشر؟ إمام مالك يوكا جرى متاتي موقع إمام مالك جيرو سنتو موقع مهم جدا. بعدين علماء عالم كان الرؤدو علمي هنقبنه، لكن موقع إن جروان كماتا يجتشا بيكني انتشارته مذهب القراتي انتشارتات. لكن إمام مالك عالم رباني مذهب نساء انتشارته وقدمته ورني حج فلوفه لابد أن يزور المدينة، مدينة زيارة الراهنة كناف مدينة ويتلقى نمو إمام مالك أتشجرة. إمام مالك الراق أراني بي إساني ويتقلن مذهبة انتشار قلو دندهن حالا كانت انتشارتي. مذهبني الوحيد أكرر الذي انتشر بقوة العلم هو مذهب الإمام الشافعي. قوة علميتين، قوة جهابذا علماءاتين، قوة طلاباتين كانتشارة الدنيا كيستي مذهب شافعي قوة. مالي علماءني أقنوا كتابة كيستي أقروا قدام سلا دبتمو
هند إساني أغلبهم أو 60% أو 70% هم شافعيات. انظر إلى النووي وابن حجر أه؟ وكذلك الأنصاري، علماء نقول قدام كنين كانوا تأقروا السبكي، الجويني، الغزالي، هندي ثاني مذهب ثاني شافعيات. وأما مذهبنا نتقرأ ولا في ديمنو مذهب حنابلات، بارك الله فيكم، مذهب حنابلات. مذهب حنابلة كان عمو أكاتان انتشار تتهودا ده كما أنتم تعرفون، ورا مقادسات بود انتشارته ملي أكدرا انتشارا تاني. ورا مقادسات جنون أكا صاحب المغني فا ابن قدامة إسان فأرى إسان بود الرا انتشارته ملي أكدر انتشارا تاني. كناف قبل أن أذكر موضوع قرتني فقهي حنابلة ودون دبن فقهتني كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الخلاف في زمنه صلى الله عليه وسلم بين الصحابة، ولكن خلاف إسانيس النبي كي نرى في دني نبي كي نوانه كنيف مرحلة التشريع تاتي، مرحلة التشريع من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى وفاته. وقا بعثة إساني الركاسي هذا وقا كدني تقو جتشا، هذا وقا كدني تقوتي، هذه تسمى مرحلة التشريع. مرحلة التشريع وقا بعثة نبي كينا الركاتي هذا دعاء إساني تيجو. مرحلة سنجدو كانت فقه النجرتي، اختلاف صحابة اللي نجرة ولكنه قليل، ومع هذا كانوا خلاف إساني يعرضون على النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي التشريع ويحل المسألة. نبي كينا صلى الله عليه وسلم مسألة إساني أكتته كان يجتا. ثم بعد ذلك في زمن الصحابة كما أنتم تعرفون في قصة عبد الله بن عباس، زمن سنة اللي خلاف نجرة، ولكن كعمر بن الخطاب ومن يقول قدامكم صحابة ولدتك أبني مسألة إسان إبدسان فقهي جدو إساني جرت وللرافرتني يذكرون فيما بينهم إيغانا مسألة سنحلي قرن. هذا تسمى مرحلة ما قبل المذهب أو ما قبل المذاهب، عصر الصحابة وعصر التابعين. تمام. ثم العلماء الكبار من الصحابة الذين عرفوا بالفتوى، والفتوى الأنبياء كمان حاجة نما إبا في صدما غيان، نما إبا في صدما. من هؤلاء المكثرون ومنهم المقلون ومنهم المتوسطون. صحابة كان نرى وري علمي فقه الأنبياء كم فتوى أنبياء كم دو كتاب لساني ولدت كم من مجلد نرى براو كعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وعائشة وزيد وعبد الله بن عمر. أمة عكنا كنين هؤلاء نما تربى يدنين. والمقلون والرجلون منهم أبو الدرداء وكذلك أبي بن كعب فا. والمتوسطوتا أمو كأبي بكر وعثمان وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة. أبو هريرة حديث حفظي كيستي نقلي كيستي ملء فقهي فتوى قدو كيستي ورى متوسطونا كيستي رمضان مجد أبو هريرة أكنتي والهمين دبين بك كانت بارك الله فيكم. كان حال كان تدرجا دفه إيغا كان بدأ تدوين المذهب. العالم الوحيد الذي كتب مذهبه بخطه أو بيده هو الإمام الشافعي. كتب الرسالة وكتب الأم، رسالة في أم الله وفي بريفته. والأئمة الأربعة أبو حنيفان مثلا وقع
meeqatti dhalatee meeqatti du'e ka jedhu yoo laalle dhaloonni isaa masalan sanat 80 وقيل أنه أدرك الصحابة قرينا ما تابعته تكيسة لكاها ومات سنة 150 ومالك ولد سنة 93 ومات سنة 197 والشافعي ولد سنة 150 ومات 204 وأحمد ولد سنة 164 ومات سنة 241 هؤلاء العلماء الكبار بعدهم عمر نساني تكاد فمثلا الإمام الشافعي فرنه أقلهم سنا وقال إمام الشافعي وقال شنتمي هقم شنتمي أفرقه فجتشار جمعي ورا ولت جمعي ورا ولت كسري ورا ولت الرئيسة dhibbaaf tokko dhalatee minni dhibbaaf shantama waggaa shantamii afur qofa as garagalchi yoo as garagalchite ammoo imaamu nawawii jireenya imaamu nawawii akkana faallaa yoo katabte garan طيب 45 تاجة طيب إمام أحمد مذهب الإسلام كانوا قرأوا الأفدي من هوني أولا إمام أحمد لم يعرف بالفقه وإنما عرف بالحديث حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يا أبا عبد الله إذا صح عندكم الحديث فأخبرونا حتى نرجع إليه أنتم أعلم بالأخبار الصحاح منا هذا جلون تقجت إمام الشافعي إمام أحمد إذن إمام أحمد بعد إساتي إجولين إساء له إجولين لما قضى تقو صالح تقو عبد الله إجولين لما قم تقو فقه قبته تقو حديث قبته تقو فقه قبته تقو حديث قبته نقلوا عنه إمام أحمد الرا نقلي قراني وكذلك انتشر فقه إمام أحمد رحمه الله تعالى فتوى إساتي في أقوال إساف ولنيتن فقه قد أمله إنه لم يعرف بالفقه وإنما عرف بالحديث يعني عرف بالحديث ويتجنوا فقه إن به جتو دون تهين أكا صدركان إساء صدركا محدثة صدركا ورا حديثة كي تترى مدى جتان فمثلا الإمام الشافعي هو رتي صدركا فقهاء يورا مدمي حديثا لينو ما بيك ولكن إمام أحمد أغلبني علمي إساء حديث جتا أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني وكان عابدا تقيا كان يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة أين نحن من هذا 300 ركعة ودورنا نبرتنا من ركعة فرتم صلاتين نبدعه حتى يكاد بعدنا يكفره ما رأيكم في إمام أحمد يصلي 300 ركعة طيب لكن شوف لما ضرب بالصوت تمامي جنان إبامي تمان سبي صلاة ففتة كان يصلي في اليوم والليلة 150 ركعة هذا عبادة هذا التقوى أكن ومن تقواه وبمتابعته لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما كنت أو ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به حديث إني كتبه 1000 جرا وننفذ 1000 جت ميك مليون كان حفظوا والجين كان مرتوني دلق جتا ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به حتى مر بي أن النبي احتجم يعني هجمه أبو طيبة وأعطاه دينارا وإمام أحمد كذلك احتجم وأعطى الحجامة أجرته من شدة عمله ومتابعته لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقه إساتنا قرأوا الأفدي بإذن الله تعالى كتاب نقرأنه أقوم ريف سنه كتابة
بداية العابد وكفاية الزاهد. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. بدأ المصنف كتابه بالبسملة وثنى فيه بالحمدلة تأسيا بالكتاب العظيم واقتداء بالنبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأذكى التسليم. كتابني سورة تكمله قرآني بسملان جلقبا تأسيا أو اقتداء ونجتشون أبني تأسيا جنيه. ليس هناك آية تدل على البداءة بالبسملة، دليل لوان هنجره تأسيا جنيه. اقتداء ونجنيه اقتداء بالنبي الكريم، هذا اقتداء بفعله وليس بقوله صلى الله عليه وسلم. اقتداء بفعله والنجنيه كقولي لا ورد فيه حديث لكنه حديث ضعيف وإن حسنه بعض العلماء. يو بعدين علماء حسن قول اللي حديث ضعيف. كان اقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم. رسول كرنة عليه الصلاة والسلام كان يكتب الرسائل إلى الملوك، رسائل سمكيت احتمال تجرى من محمد رسول الله إلى فلان وفلان جلني أكتبت وان كتبني في جتشارا. وكلمة الله هذه علم على الباري جل وعلا، والرحمن اسم من أسماء الله المختصة به لا يطلق على غيره وإن تسمى به يونا من مقاه في الليل ده ربي قرتني دويد إسكوت هجر أنما قرت الرحمن كان مقاه فري كما فعل بمسيلمة الكذاب. تمام. وأما الرحيم هو أيضا اسم من أسمائه سبحانه وتعالى ومعناه ذو الرحمة الواصلة. يوكان الرحمن جيتون معناه نسيدا المنعم بجلائل النعم، والرحيم المنعم بدقائق النعم. وأما الحمد هو الوصف، هو وصف المحمود بصفات الكمال على وجه المحبة. شرطي لكم أن تكون على وجه المحبة والتعظيم يوفارسيسي، هذه تسمى حمد. يوكان هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري سواء تعلق بالفواضل أو بالفضائل. أو وصف المحمود أو الثناء على الله باللسان على الجميل الاختياري على الفضائل والفواضل. كان ربي فارفتشورا. هناك فرق بين الحمد والشكر كراغرمات يجرى. وقوله الحمد هنا الانتني استغراق يوكان الجنس اللي جلني قال فكان فكل أنواع المحامد أو جنسها مستحقة ومملوكة لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لكماله في أسمائه وصفاته وأفعاله. كان في تربي في هند إفيتو جنة أقد تعبروا دندين نجد بارك الله فيكم. ثم قال الذي فقه في الدين، هذه تسمى براعة الاستهلال. براعة الاستهلال جتوني أن يذكر المؤلف في مقدمة كتابه أو الخطيب في مقدمة خطبته ما يشير إلى موضوع خطبته أو ما يشير إلى موضوع كتابه. وان كتاب ذات أخيك وان خطبة ذات أخيك يوم مقدمات خطبة كذا ندبته، هذه تسمى براعة الاستهلال. فمثلا إذا أردت أن تخطب عن النكاح ماذا تقول؟ الحمد لله الذي أحل النكاح وحرم السفاح ويتجت مال دبتشو يسابيت. يتكلم هذا الخطيب عن ماذا؟ عن النكاح جت الرد بيت. لكن يأتي بعدنا يعتلي المنبر ويخطب ويعني موضوع نساته في خطبة نساء قرقرتهم، هذا لا يحمد. أكا كيساني كانت تجتشا أمتا درجة كيسانجلو كانت مالي خطبة إساء كيستي وان اتدام إشارات تقولون برباكي سار. كناف الذي فقه في الدين وان ران مدبتو ديم وان فقهيتي. كناف هذه تسمى براعة الاستهلال. فقه في الدين. ما هو الدين؟ الدين ويتجنه هو ما شرعه الله تعالى من الأحكام. الدين الملة
بمعنى واحد. الدين يوجن إطلاقتي سواء دين إسلاماته دين بروته إطلاقة الدين ديني، ولكن عرف هذا الإطلاق الدين وتجني إطلاقة تقول بعد سنة دين الإسلام التي إطلاقته الآن بكم غلباء الآن فرتجتشا يو دين جنة دين اليهودي ودين النصارى ودين البوذي ودين فلان ودين مرتو دينما يو أين الإسلام يو أين إنك أيدما، ولكن مقام كن غلبات عن دين الإسلام مرتي بأيو الدين جنة قد يفن اللي ما في مشكلة. الدين ويتجي إنه كلمة الدين ما للرافق أم تجنان من دانا نمتقو متى قد قبتي نمعبلو، لأن المؤمن يدين لله سبحانه وتعالى بالأوامر والنواهي. أوامرها في نواهي سكيس جبتو كنا فتي نمني إسلاما تقوى ربي بولي ربي بقد يلوف دين جدامي مقام ساكنيات وامامي. من شاء من العباد ووفق أهل طاعته للعبادة والسداد. يعني من شاء من العباد أولا مشيئة ربي ثبت فاجرة. من شاء أن الله سبحانه وتعالى له المشيئة ووفق أهل طاعته للعبادة والسداد. التوفيق ألا يكل الإنسان ألا يكل الله الإنسان إلى نفسه كما جاء في الحديث ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أهل طاعته للعبادة والسداد عبادا موضوع كتابنا إراد بتشو الأفديم، وقلنا أن هذا الكتاب خاص بماذا؟ بربع العبادة. بربع العبادة عبادان أقع عموماتي كل ما يحبه الله ويرضاه، ولكن أكاكوني في قردم ما الفا يوجد عبادان عبادة الصوم والصلاة والزكاة والحج أفران كانتو عبادة أما والنورة تقدر يفهم. تمام. طيب بداية ونجر في درسيتنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وشكرا لمتابعتكم.